صباح الخير، تعالوا يلا بصدرين الفراخ دول نعمل أكلة في منتهى الجمال. سهلة ولذيذة، مكوناتها كلها موجودة في التلاجة وكريمي جدا من غير لا كريمة ولا قشطة ولا أي مكونات صعبة. تجهيز الأكلة كلها بيبقى في ربع ساعة. الولاد من كتر ما هي حلوة طلبوها مني مرتين في نفس الأسبوع. في آخر الفيديو هنقول إزاي نقدم نفس الطبق ده بشكل مختلف علشان لو حابين نجدد. أنا اكتفيت النهاردة بتقديمه مع شوية رز بشعرية كلنا بنحبها وبتليق مع أي حاجة. إزاي بقى نخلي لون الشعرية حلو كده ويبقى الرز مفرفر؟ وكمان هي طريقة واحدة عبقرية بعتمدها لتسوية أي نوع رز بعيار مية واحد. هنبدأ الأول بصدرين دجاج في حدود من 500 ل 650 جرام، وكمان لو بتحبوا الأفخاد تنفع في الوصفة دي. هنقطع الفراخ لمكعبات بالحجم ده، يعني متوسطة مش كبيرة قوي ولا هي صغيرة قوي، على قد القطمة كده. الطبق لوحده بالفراخ بيبقى طعمه حكاية، لكن برضه لو زودنا المشروم هيبقوا حكايتين. فهو مكون اختياري لكن أنصحكم تجربوه. طريقة تنظيفه هتلاقوها في فيديو شوربة المشروم، بجد طعمها حكاية، أنصحكم تجربوها. في طاسة سخنة بنزل المشروم الأول، وبعدين برش رشة ملح تخليه يدبل وينزل ميته، وأول ما الطاسة ترجع تسخن تاني هزود باقي كمية المشروم. أنا استخدمت تقريبا كوبايتين، يعني كان طبق مشروم صغير كده. الطريقة دي هايلة علشان تحفظوا أي كمية مشروم أيا كانت، وبيحافظ على طعمه وقوامه، بجد بيبقى في منتهى الجمال. هزود المادة الدهنية في الآخر علشان لو ضفتها في الأول المشروم بيبقى لسه سفنجي فبيشرب كمية كبيرة. بيبقى كده لحد لما يتحمر، واحتفظوا بيه أو استخدموه في الوصفة بتاعتكم. أنا هشيله على جنب علشان نكمل باقي الخطوات. طبعا قلنا ان المشروم اختياري. التتبيله نفسها سهله جدا. هنبدا الاول نضيف نص كوبايه من الزبادي، يعني 160 جرام تقريبا، عليهم طماطمايه كبيره مبشوره او طماطمتين لو الطماطم صغيره، معلقتين كبار من عصير الليمون او الخل الابيض، وكمان معلقتين كبار من اي زيت نباتي. انا تقريبا بستخدم زيت الزيتون في كل حاجه، بس هو كان خلصان من عندي. هنزود بقى الملح ونظبطه حسب ذوقنا. انا استخدمت معلقه صغيره، ومعلقه كبيره من البابريكا، معلقة صغيرة من الشطة ودي اختياري. لو ما بتحبوهاش ضيفوا ولو رشة صغيرة خالص كده، بتدي طعم لذيذ وما تخافوش الولاد مش هيحسوا بيها. نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من بهارات الفراخ اللي بتفضلوها أو أي بهارات مشكلة عندكم، وكمان المكون اللي بيدي طعم لذيذ في التتبيلة معلقة صغيرة من الكمون، وعليهم كمان معلقة صغيرة من بودرة الثوم. تقدروا تستبدلوها بفصين أو 4 من الثوم الطازة المهروس على حسب انتوا بتحبوه قد ايه، طبعا الطازة بيبقى نكهته أقوى. وكمان معايا معلقة كبيرة من الصلصة اللي هي دبس البندورة. ممكن لو مش عايزين تبشروا طماطم استخدموا معلقتين من الصلصة بدل الطماطمية المبشورة. هندوقها بقى في المرحلة دي ونشوف لو محتاجة حاجة، ملح فلفل ليمون، اظبطوها على حسب رغبتكم. أهم حاجة إن كل قطع الفراخ تكون متغلفة كويس جدا بالتتبيلة، وهنغطيها ونسيبها على الأقل في التتبيلة دي ساعتين مثلا. لو مستعجلين عليها ما تدخلوهاش التلاجة، يعني لو هتطبخوها في خلال نص ساعة لساعة سيبوها في المطبخ علشان الفراخ تشرب كويس من التتبيلة. لو تبات ليلة كاملة في التتبيلة يبقى أحلى بكتير. نيجي بقى للتسوية. هنسخن طاسة كويس على نار عالية، ونضيف معلقتين 3 كبار كده من الزيت النباتي. أول ما يسخنوا هنفرد الفراخ في طبقة واحدة بحيث ما يبقوش متكربسين كلهم فوق بعض. فمهم إن احنا نختار مقاس طاسة مظبوط. مش هنقلبها دلوقتي، هنسيبها تغلي وتبقبق دقيقتين 3 وبعدين نبدأ نقلبها. هنهدي النار وبعدين نغطي الطاسة ونسيبها لحد لما الفراخ تستوي. ما تخلوش النار عالية علشان كمية الصوص مش كتير، فتستوي براحتها من غير ما تتحرق. بعد ربع ساعة بدأت أشم ريحة الفراخ، لقيت الصوص تقل كده والفراخ تقريبا استوت. لو الصوص مش تقيل بالشكل ده بنعلي النار شوية ونراقبها من غير غطا كده لحد لما الصوص يتقل ويبقى جميل. هنضيف بقى المشروم لو هتستخدموه في المرحلة دي. طبعا هو مستوي فيدوب، بس هقلبه تقلبتين ويغلي غلوة واحدة ونطفي النار علشان نكمل بقية الخطوات ونجهز الصوص. ألذ صوص كريمي من غير أي كريمة. في طاسة على نار متوسطة هنبدأ ب3 معالق كبار من الزبدة، يعني في حدود من 40 ل 50 جرام. ممكن تستبدلوهم بالسمنة وهو ده اللي هيدي طعم كريمي للصوص. أول ما يدوبوا هننزل عليهم معلقة كبيرة مليانة بشكل هرمي من الدقيق، يعني 20 جرام. نقلبه لحد لما ياخد لون ذهبي كده، بلاش تغمقوه. واحنا بنحرك تحريك مستمر بنزود بالتدريج كوبايتين من الحليب أو 480 مللي.
هزود بعد كده ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود وربع معلقة صغيرة من الزعتر. يفضل كده إن احنا ندعكه ما بين إيدينا علشان نطلع كل الزيوت العطرية. وبنظبط الملح، أنا بزود تقريبا نص معلقة صغيرة. هنقلبه لحد لما يبدأ يغلي ويتقل قليلا. المفروض إن الصوص بتاعنا هيبقى خفيف مش تقيل علشان لما نيجي ناكله يبقى كريمي. نعرف إن قوامه مظبوط لما نلاقيه مغلف ظهر المعلقة، ولو عملنا خط بيفضل ثابت مش بيضم على بعضه. في الوقت اللي الفراخ بتستوي فيه انا بجهز الصوص. طبعا الفراخ بتاعتي دي انا كنت طفيت عليها النار، لكن الحرارة اللي كانت في الطاسة مخليها تغلي كده. بنوزع الصوص فوق الفراخ، ولو حابين ممكن نزود كمان رشة جبنة، ده اختياري. هناخد بعد كده الطاسة القمر دي ونحطها تحت الشواية لحد لما تاخد لون ذهبي جميل. نفس الطاسة دي ممكن تتقدم كصينية مكرونة في الفرن، طبقة مكرونة مسلوقة من أي نوع بنحبه وفوقها الفراخ وبعد كده الصوص الكريمي، وتدخل الفرن تاخد وش بتبقى تجنن. تعالوا دلوقتي نعمل ألذ رز بشعرية ممكن تدوقوه، والطريقة دي عبقرية، تقدروا تعملوا بيها أي نوع رز، مصري بسمتي حتى لو حبة كاملة بعيار مية واحد. انا هعمل كوبايتين من الرز المصري، العيار بتاعي بكوباية المية العادية اللي هي توازي كوب معياري. هزود عليهم معلقة صغيرة من الملح ومية مغلية تغطيهم كويس جدا. هنقلبهم علشان الرز ما يبقاش لازق في بعضه، والملح بيساعد ان الرز ما يتكسرش. هنسيبه في المية دي منقوع لحد لما تبرد تماما، يعني تقريبا بسيبه من نص ساعة لساعة. اول ما بدخل المطبخ اول حاجة اعملها هي الرز. طبعا الرز بتاعنا لو مش نضيف بنغسله قبل ما ننقعه في المية السخنة. بعد ما تنقع وبقى تمام هاخده واغسله واشطفه لحد لما المية تبقى شفافة كده، وبعدين نصفيه كويس من المية. كل كوباية من الرز المصري بستخدم لها تقريبا معلقة صغيرة من الزيت النباتي ومعلقة كبيرة من الزبدة. الزيت بيدي للرز لمعة حلوة كده ويخليه مفرفر، وبعدين الزبدة بتديله طعم حلو قوي. لو حابين ممكن تستبدلوا الزبدة بالسمنة أو تستخدموا كل المقدار زيت. لو عندكم مستكة زودوا فصين صغيرين يدوبوا كده في المادة الدهنية. بنفس الكوباية اللي عيرت بيها الرز هنستخدم كوباية من الشعرية، يعني كده الرز ضعف كمية الشعرية. نحمرها على نار هادية ونفضل نحرك فيها تحريك مستمر عشان يبقى كلهم لون واحد. خلوا بالكوا ان الشعرية بعد التسوية لونها بيفتح، فنخليها كده درجتين غامقين عن اللون اللي احنا عايزينه، يعني يبقى لونها ذهبي غامق. من الحاجات المهمة اللي ألفت نظركم ليها إن الحلة لازم تبقى واسعة كده عشان الرز ياخد راحته في التسوية. ولما نضيفه على المادة الدهنية لازم نقلبه مدة كده حلوة لحد لما تلاقوا كده صوت الخروشة بدأ يبان. كل كوباية رز بتاخد معلقة صغيرة من الملح، وأنا بحب أقلبهم مع بعض شوية، ده بيخلي طعم الرز أحلى. لو هتستخدموا شوربة أو مكعبات مرق مش هنزود الملح دلوقتي، بنظبطه في الآخر لأن اوريدي بيبقى فيهم ملح. هنزود مية أو السوائل بحيث تغطي وش الرز، مش فوقه بكتير، يعني في حدود 2-3 سنتي كده، لأن اوريدي هو شارب مية من وقت النقع. ما بحبش المية اللي بتغلي، إما إنها بتكون دافية أو فترة من الحنفية اللي بتغلي كده بتبقبق جامد، فممكن إن انتوا متظبطوش عيار المية. على نار عالية هسيبه لحد لما يبدأ يغلي وهو مكشوف. أول ما يغلي هنغطيه ونسيبه يكمل على نار عالية لحد لما يبدأ يتشرب السوائل. شوية السوائل الصغيرة دي هي اللي بتساعد في تسويته، فما تخلوش الرز يشرب كل المية اللي فيه. هنغطيه ونسيبه على نار هادية خالص شمعة، ولو عندنا شياطة بنحطها تحت الحلة. هنسيبه بقى مثلا قد 10 دقايق ربع ساعة، وبعدين نكشف ونشوف الرز. لو حسيته ان هو لسه مش مستوي ممكن نزود نقطة مية بسيطة خالص كده علشان يكمل تسوية. بعد ما الرز بيستوي مهم ان احنا نديله تقليبة علشان ما يبقاش لازق في بعضه. الأكلة التحفة دي قدمت معاها سلطة، وبرضو عملت جنبهم شوية بطاطس ويدجز. لو عايزين طريقتها هي موجودة في فيديو الكبدة الاسكندراني. بشكركم جدا للمتابعة، أشوفكم على خير وسلام عليكم.